اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهارده معادنا مع فيديو جديد. النهارده السوشيال ميديا كلها مقلوبة، فيديوهات صعبة، صراخ، لودر، وراهب مرمي على الارض، كلام كتير جدا جدا، وناس بتقولك ده الضرب ده في الفيوم، وناس بتقولك في قنا، وناس بتقول الراهب استشهد اللي كان في الفيديو ده. احنا في الفيديو ده هنكشف لكم الحقيقة الكاملة، الحقيقة بالأسماء والوقائع والتوقيتات، وعايزين نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط في دير الملاك في قوة بدأت امبارح من تنفيذ الأحكام والمحافظة، راحت لدير الملاك. السبب قرار إزالة للسور بتاع الدير، ومش بس السور، كمان بعض المباني الملحقة، بدعوة إن في تعديات على أرض الدولة. هنا الرهبان والعمال في الدير طبعا اعترضوا، ما وافقوش إن ده يحصل، لأن الدير ده أثري من القرن الرابع الميلادي، والسور ده اللي هيتهد هو حماية للدير. وفي وسط الشد والجذب اللودر بدأ يتحرك، وهنا حصلت الواقعة الصعبة. الفيديو اللي انتوا شفتوه ما رماش نفسه قدام اللودر زي ما الناس كانت بتقول، يعني اكيد ما كانش بينتحر، هو كان بيحاول بجسده الضعيف ان هو يمنع هذه المعدة من هدم تاريخ الدير، لان المعدة دي مش بس هتهدم السور، هي هتهدم تاريخ الدير كله. زي ما قلت لكم الدير ده اثري من القرن الرابع الميلادي. لكن لكل اللي بيسأل بقى، لا هو ما ماتش طبعا، يعني لا الراهب ما ماتش، الراهب حي، لكن اصيب باصابات شديدة واتنقل لمستشفى، والناس صورته جوه المستشفى، والكل كان بيطمن عليه ان هو واعي وفايق. حتى لو كان في آلام صعبة احنا طبعا بنصلي له من اجل الشفاء، لكن هو ما ماتش ولا حاجة، الراهب عايش. شفتوا اكيد انتوا بوست بيقول ان ده دير الملاك بالنقلون في الفيوم. اللي حصل ده اكيد غير مقبول، اكيد محدش يوافق عليه، واكيد كمان الدولة ما توافقش عليه. تعالوا بقى نخش جوه العمق شوية، ليه السور ده بالذات، وليه الأزمة دي انفجرت دلوقتي؟ دير الملاك ميخائيل المعروف ببرية الأساس مش مجرد مبنى جديد، ده دير أثري بيرجع تاريخه زي ما قلتلكوا للقرن الرابع، يعني بنتكلم على أكتر من 1600 سنة من الصلاة والنسك. السور اللي انتوا شفتوا اللودر بيحاول يهدمه ده، الكنيسة بتقول انه سور حماية للمنطقة الأثرية وكمان للرهبان، خصوصا ان الدير في منطقة صحراوية ومعزولة. لكن من الناحية التانية الجهات التنفيذية بتقول ان السور ده اتبنى على أرض تابعة للدولة أو تابعة لهيئة الآثار بدون ترخيص رسمي. ومن هنا بدأت فجوة بين الحفاظ على الأثر والحرم الرهباني، وبين تطبيق مواد القانون بالحرف. الأزمة بقى مش وليدة امبارح، أكيد كان في مراسلات ومحاولات للوصول لحل وسط، لكن المفاجأة كانت في سرعة تحرك قوات الإزالة ومعاهم المعدات التقيلة في توقيت صعب، وده اللي خلى الرهبان يشعروا إن في خطر حقيقي على تاريخ الدير وعليهم هم شخصيا. المشهد اللي شفناه للودر وهو بيخترق السور وبيرمي الحجارة ما كانش مجرد هدم الحيطة، ده كان بالنسبة للرهبان هدء لجزء من كيانهم وتاريخهم اللي بيحافظوا عليه جيل ورا جيل. نيجي بقى للحظة اللي وقفت فيها القلوب، لحظة وقوف الراهب أرسانيوس قدام اللودر. البعض بيسأل ليه الراهب يعرض حياته للخطر؟ الإجابة ببساطة هي الأمانة. الراهب أرسانيوس أمين، يعني ما كانش عايز يسيب الدير اللي هو بيصلي فيه بقاله سنين يتهد. كان بيطبق مبدأ الراعي الصالح، ان هو امين على الدير ده، فقال انا حتى لو هموت هرمي نفسي قدامه.
لما شفت الراهب وهو بيقع تحت المعدة دي لحظة بتلخص صراع القوة القوية أو القوة الغاشمة قدام الإيمان الهادي. الراهب أرسانيوس دلوقتي في المستشفى، إصابته مش مجرد كدمات لكنها يعني وجع في كل قلب قبطي. لكن الخبر اللي بنكرره تاني وتالت، نشكر الله هو واعي، ما ماتش وحالته مستقرة. وصورة هو تصورها في الدير في المستشفى واتنشرت برضه على الفيسبوك، لأن الناس قالت إن هو استشهد عشان يشعلوا الفتنة. لا، هو ما ماتش، هو عايش. عايز أقول لكم على حاجة، الأزمة دي بتعلمنا درس مهم جدا، وهو الثبات والحوار. أكيد كان في حل وسط أفضل من الهدم. أكيد الدولة مش عايزة تخش في صراعات، خصوصا إن احنا دلوقتي في عصر بيسموه العصر الذهبي للأقباط. مصر دولة تحترم القانون وتحترم الآخر، ومش من مصلحة حد إن يحصل أي فتنة طائفية في البلد، مش من مصلحة حد خالص. عشان كده اللي حصل في الدير هيج الناس، مش بس هيجها، الفتن اللي حصلت هي اللي هيجت الناس أكتر. لكن الناس اللي فهمت الموضوع، هو الموضوع بيتكلم عن ايه، والموضوع فيه ايه، وسور وارض دير وارض دولة وفيه اثار يعني ارض اثرية واتبنى. الحاجات دي بقى لما تتفهم بنبدأ الموضوع كله بيبان قدامنا، الرؤية كلها بتبقى واضحة. اكيد كان في حل تاني ودي غير ان يحصل حاجة زي دي. اللي حصل زي ما قلت لكم بيعلمنا الثبات. زي ما المسيح قام وغلب الموت، الكنيسة دايما بتخرج من الضيقات دي أقوى. السور ممكن يتهدم عادي وهيتبني تاني، لكن المحبة والوحدة الوطنية وسلامة ولاد ربنا وولاد مصر هي اللي لازم نحافظ عليها. بكرة الحقيقة طبعا هتبان أكتر، وبكرة القانون هياخد مجراه أكيد، لكن النهاردة خلونا نصلي من أجل إن ربنا يمد إيده بالسلام في دير الملاك. نصلي إن ربنا يحفظ بلدنا مصر، يصلي إن ربنا يحفظها من أي فتنة، نصلي إن ربنا يحفظها من أي تعب، نصلي إن ربنا يحفظها من أي مشاكل تحصل. خلي بالكم على بلدنا غالية، وكنيستنا غالية، وأديورتنا غالية، كله غالي، مفيش حاجة رخيصة. ولكن مش عايزين نمشي ورا الناس اللي النهاردة الفيسبوك كله عمال يعني انتوا تخيلوا ان هو بيدي مواعيد جنازة الراهب، يعني خلاص مات وتحدد ميعاد جنازته. الكلام ده ما حصلش الكلام ده. الراهب ما ماتش، الراهب خد كدمات وتعور وبتاع، لكن عايش وكويس، صحته كويسة جدا. صلوا من اجل مصر كلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.